هنقدر نوفي بالتزاماتنا تجاه الافواج دي؟ انت تعبت ديفيد. انت شايفه ايه؟ يعني كل شغل في الدنيا بيمر بظروف صعبة. مش كفايه انك بتاخدي نص مرتبك؟ انا راضية، بس انا مش راضي. لما احوال الشركة تتحسن ابقى عوضني. ده كتير قوي يا استر. بس انا عايزك الو، انت كنت نايمة؟ ايه اللي فكرك بيا؟ اتغديتي؟ انا لسه راجعه حالا من رحله تعبانه. يعني بلاش اجي. في حاجه مضايقاكي يا استر؟ لا، انما مالك استر؟ محتاجة اتكلم مع حد. مونيكا. الو مونيكا، انت معايا؟ اوكي استر، تعالي. هو انت كل جوزك ما يسيبك وحبيبك يتخانق معاكي ما تلاقيش غيري استر؟ وايه المطلوب مني يا دون سامحون؟ اظن من حقي اني اطلب الاتوبيسين اللي كانوا من نصيب اورلو ظروف بسعر خاص. انت قلت لي ان في 4 افواج مش كده؟ بالظبط، وكل فوق 250 سائح. يعني انت هتحتاج على الاقل 4 اتوبيسات لكل فوج. تمام. يعني انت هتحتاج لاتوبيسات تانية غير اتوبيسات اورلو. انت عاوز تقول ايه بالظبط؟ عاوز اسالك ليه الاتوبيسين بتوع اورلو بالذات؟ يعني اورلو ظروف كان شريكي في يوم من الايام. عيبك ادم سامحون انك بتتعامل مع السوق باسلوب الفرسان. اشكرك جدا. انما اورلو انسحب من الشركه باسلوب يعني اورلو اتصرف بشكل طبيعي وده لحمايه مصالحه. ايوه بس اتخلى عنك في وقت صعب. حاجه مش جديده عليه. ثم ان ظروفك الماليه، ما علشان كده انا بطالب بسعر خاص. وهو اللي انسحب باسلوب اورلو ممكن يعمل تنازل. انت عاوز تقول ايه بالظبط ادون ازرع؟ انا المحامي بتاعك. انت لسه فاكر؟ ولازم ادور على مصلحتك. مصلحتي؟ عشان يبقى لي عين اطلب نسبتي. ما تخش في الموضوع. لو ان اورلو اخد خبر بحكايه الافواج اللي جايه، واكيد زمانه خد خبر. ايه، انا قلت حاجه غلط؟ لا ابدا، كمل ادون ازرع كمل. لو ان اورلو عرف ان احنا هنتعامل مع شركه اتوبيسات تانية، هو اللي هيجي ورانا، وبالشكل ده احنا اللي هنفرض عليه شروطنا ونحدد السعر اللي هيعجبنا، ولا ايه؟ انت متأكد من اللي انت بتقوله ده يا نينو يا ابن اخويا متشولح؟ ايوه. برقيتين؟ واحده من فرنسا والتانيه من ايطاليا. 4 افواج؟ كل فوق 250. انت قريت البرقيات دي نينو؟ لا انا سمعتهم من ورا الباب. مش انت بتقول ما بتسمعش لما بيبقى البال مقفول؟ اصل النهارده صوتهم كان عالي. كانوا بيتخانقوا ها؟ ادل سامحون كان عصبي. واستر؟ استر كانت فرحانه في الاول. وهو كان عصبي ليه؟ سمعتش. وخرجوا سوا. هو خرج الاول. وهي قالت لي روح انت دلوقتي وتعالى في ميعادك بعد الظهر. 4 افواج 4 افواج. الفوق 250. والعمل سيبل. نينو ابقى سلمي على ماما. حاضر. ديفيد ده ديفيد. ايه استنى. نعم. هتقول له ايه؟ هقول له مش انا اللي هقول له، ده هو اللي هيترجاني عشان الاتوبيسات بتاعتي. الو. يعني انت ترتكب الجرائم وانا يبقى شغلتي ان ادافع عنك؟ جرايم؟ جرايم ايه يا ادون ازرع؟ ديفيد سامحون كان عندي ولسه نازل. هو كان عندك بيعمل ايه؟ استنى، انت لسه المحامي بتاعه؟ ده كان عاوزنا نتفق له مع شركه اتوبيسات. شوف يا حبيبي انا الاتوبيسات بتاعتي. على مهلك شويه اقول له. ده عاوز يتعامل مع اي شركه اتوبيسات في تل ابيب فيما عدا الاتوبيسات بتاعتك انت بالذات. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده شرطه الوحيد، اي اتوبيسات في تل ابيب الا اتوبيساتك انت. الا اتوبيساتي انا؟ على العموم الكلام في التليفون مش هينفع، انا منتظرك الساعه 7. في ايه اورلو؟
ديفيد عايز ينتقم مني سيبال. ليه حصل؟ عايز يتفق مع اي شركه اتوبيسات في تل ابيب الا اتوبيساتي انا. ما تصدقش. ما صدقش ازاي اذا الازرع هيقل بنفسه؟ عاوز يلعب زي عوايده عشان يزود نسبته. البرقيتين دول وصلوا النهارده الصبح وانا مش طالب كتير. انا كل اللي طالبه مبلغ اجهز بيه نفسي لغايه ما ارجع من اوروبا. انت عارف ان احنا دايما تحت امرك ادم سمحون. اشكرك سياده المدير، ارجو انك تفتح لي اعتماد. بس انت عارف حسابات ماجيتور. ما تفكرنيش بحسابات ماجيتورز اللي انا عارفها كويس جدا، واذا كان عندكم هنا في البنك اي عقبات انا ممكن اتعامل مع اي بنك تاني. ادم سمحون انت عصبي ليه النهارده؟ طبعا عصبي، انت عارف سوق السياحه في مصر شكله ايه، وعارف قد ايه انا ببذل مجهود عشان اجيب افاق سياحيه للبلد، فما يكونش جزاتي انك تساومني. ايوه ولا لا؟ ايوه ادم سمحون ايوه. اوكي كده ممكن نستمر، اتفضل. ساره تعالي من فضلك. انا شايفه ان ده امر طبيعي. امر طبيعي انه ما يفرحش لما يجي شغل بعد المده دي كلها. اكيد فرحان استر، بس قلقان. من ايه؟ انت مش بتقولي ان في مشاكل خاصه بالاتوبيسات؟ ده ما يخليهوش يقلق. يبقى اكيد في حاجه تخليه يقلق. اكيد في حاجه. مالك استر؟ ديفيد تعب مونيكا. مين ما تعبش في اسرائيل طول السنين دي؟ ديفيد مختلف. اوه، انت مش عايزه تبطلي الرومانسيه بتاعتك دي؟ صدقيني مونيكا، دي مش رومانسيه. انت خايفه من حاجه؟ ايوه. ايه هي؟ انا اصلي في لحظه حسيت بحاجه وحشه قوي. حاجه زي ايه؟ ديفيد لو سافر المره دي مش هيرجع اسرائيل تاني. ليه بتقولي كده؟ ماجي سمحون تاني؟ ديفيد لسه بيحبها. انت مجنونه. طب قولي لي ليه بيتعب كل ما يكون مسافر باريس؟ من غير عصبيه يا استر، لازم تفهمي ان شارل سامحون الكبير بيساعده من يوم ما جه اسرائيل، ولان ديفيد زي ما انت مفهماني عنه مش من النوع اللي بينبسط من حاجه زي دي، فمهما كان حب ماجي ليه اللي بيحصل ده بيقلل من قيمته قدامها، عشان كده لازم يتعب. انا لو مكانك افكر بالشكل ده. ما هو كل شيء بالعقل. برقية مارسيل مورياك واضحة مفهومة. المقابلة يوم 12 في جنوة، وعلشان تتأكد ادي مفتاح الشفرة. مظبوط، المقابلة يوم 12 في جنوة. المقابلة هتتم بوسيلة التعارف اللي هي الجرافطة اياها. يعني لسه هقابل واحد معرفوش وما قابلتوش ولا عرفنيش. يعني عتاب، لوم، خناق، وجع قلب، كل ده مفهوم، كل ده مفهوم. لكن اللي مش مفهوم شركة زي إدراتيكا تبعت لي برقية من فرعها في جنوة في نفس الوقت. صدفة؟ مش للدرجة دي. هم اللي عاملينها في مصر. ما كان من الأول. طب أنا هتعب نفسي ليه؟ أنا خلاص أخدت القرار وخلصنا.
انا اول ما اقابل الراجل بتاع الجرافطه ده اقول له شوف يا سعاده البيه، شوف يا سعاده البيه، انا يوم ما طلعت بالمهمه دي محسن بيه قال لي يوم ما تحب ترجع مصر يا رأفت هترجع زيك زي اي مواطن شريف، وانا عاوز ارجع مصر. انا تعبت انا بقالي 3 سنين وشويه في اسرائيل. كل ما غمض عيني اشوف حبل المشنقه فوق راسي. نعم؟ لا يا بيه، لا، انا المره دي اصلي خدتها من قصرها وما جبتش معلومات معايا. افندم؟ لا، ما هو طول بالك عليا شويه يا سعاده البيه، طول بالك لو سمحت. انا اصلي اساسا ما ينفعش في الشغلانه دي. ايوه انا عاوز ارجع مصر، ده اخر كلام عندي. افندم، انا عاوز اقابل الدكتور بسيوني. اسم سيادتك؟ عزيز الجبالي. اتفضل يا فندم. شكرا. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. سيادتك هتلاقي سلم يوصلك للبدروم، وهناك هتلاقي الدكتور في انتظارك. شكرا يا فندم. اتفضل يا فندم. من هنا؟ اتفضل. ادخل. مساء الخير يا دكتور بسيوني. اهلا يا سيد عزيز، اتفضل هنا. شكر. نعم، قالوا لي انك عايزني في امر مهم. مهم جدا يا دكتور. قول لي، انت بتشرب الشاي مغلي ولا كشري؟ سيادتك بتشربوا ايه؟ انا ما بشربش شاي، انا بشرب قهوه. طيب يا فندم، يبقى كشري سكر خفيف. ما تقعد يا سيد عزيز، واقف ليه؟ شكرا يا دكتور. لا مؤاخذه يا سيد عزيز، بيقولوا الشطره تغزل برجل حمار، واديك شايف شطرتنا. ما كانش ممكن يستنوا لحد ما يجهزوا لنا معمل؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الله يكون في عونكم. انا سمعت عنك كتير يا دكتور. خير ان شاء الله. انا محتاج حبر سري يكون ما احنا لسه بعتن لكم حبر جديد ما فيش اسبوع. الحقيقه انا كنت عاوز اسال يعني اذا كان في حبر سري جديد ما يكونش استعمل قبل كده. كله مرهون بالوقت يا سيد عزيز. اصل العمليه اللي احنا بصددها الحقيقه محتاجه اكبر قدر من التامين. على عيني وعلى راسي، بس منين؟ البركه فيك يا دكتور. البركه في ربنا يا سيد عزيز، احنا لسه في اول الطريق. كلنا في الهم شرقه. شوف يا سيد، كل حاجه مرهونه بوقتها زي ما قلت لك، والحبر اللي مش هيتكشف النهارده هيجي عليهم يوم ويكشفوه. اصل العلم ملوش كبير، وعلم ربنا اكبر واوسع. طب يا ترى يعني قول لي، انت قدامك قد ايه؟ اسبوع بالكتير. انت وحظك ده. في تركيبه بنعمل عليها تجارب لسه، لو نجحنا في الكام يوم اللي جايين دول هديك خبر باذن الله. واذا ما لحقناش يبقى ما باليد حيله، مفيش غير الحبر اللي انا بعته. طب يا دكتور بسيوني، انا كنت عاوز اسال سعادتك سؤال. ايه نسبه اكتشافه؟ المساله مش مساله نسبه، مش احنا بس اللي بنشتغل، كل العالم من حوالينا بيشتغل وبينتج وبيبتكر وبيقدم جديد في كل يوم وفي كل لحظه. اصل دي حرب مش زي حرب البنادق والمدافع، حرب العلوم ملهاش نهايه ابدا، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وزي احنا ما بنكتشف اخبارهم، هم برضو هيجي عليهم وقت ويكتشفوا اخبارنا، وعلى هم ما يعملوا كده نكون احنا عثرنا على حبر جديد. وهلم جرة بقى. بص للصورة دي كويس. ده ميخائيل باريهودا، ضابط المخابرات الإسرائيلي، مش كده؟ 10 على 10. أنت اتعاملت معاه؟ 2 3 مرات.
انا سمعت انه ابن جنيه. مش بس، الأهم من كده إنه بقاله في روما مدة طويلة جدا وقدر يكون في إيطاليا كلها شبكة ممتازة من العملاء. يا ترى عرفك ولا لسه؟ ولسه ما عرفنيش. إنما عارف مصطفى عبد العظيم كويس، كان ليهم مع بعض كده كام جولة يستحقوا الدراسة. علشان كده أنت هتوصل روما هتلاقي مصطفى في انتظارك. انت بتتكلم جد؟ أهو لو مصطفى نزل روما مريهودة هيلف حوالين نفسه وهيحس إن في حاجة أكيد هتحصل. تلاقي هو في مصطفى ويسيبنا احنا نشتغل على رواق. طب احنا لازم نعمل خطة. اكيد مصطفى هيتصرف. انت هتسافر امتى؟ بكرة ان شاء الله في طيارة الساعة 4. عرفت حاجة عن شريف الهجان؟ يظهر ان وجود رأفت بعيد عن شريفة المدة دي كلها دوب الجليد اللي كان بينها وبين جوزها. محمد رفيق؟ معلوماتي بتقول ان العلاقة بينها وبين جوزها دلوقتي بقت جيدة جدا، خصوصا بعد شريفة ما خلفت. وهو برضه اكيد العشرة والايام. لا، حاجة اكبر من العشرة والايام. حاجة ايه؟ شريفة سمت ابنها التاني رأفت. رأفت حبيب، تعالي يا ماما. بقى بالذمة ده اسم تسمي بيه الولد. انتوا جيتوا؟ اهلا يا استاذ طارق. قول لي بقى ايه اخبار الخناقات في المدرسه النهارده؟ جعانين وعايزين ناكل. الاكل سخن وجاهز. خد يا رفيق رأفت اهو لغايه ما احضر الاكل. يا ريت يا ابني ما تاخدش من صاحب الاسم طبعه. رفيق، ايه ده انت زعلتي؟ هتزعل انت لو اقول لك ان رأفت وحشني قوي. لا طبعا اكيد مش هزعل، ده اخوكي مهما كان. مش عارفه ليه هافف عليا قوي اليومين دول. يبقى اكيد هيفرجوا عنه قريب. هو خال رأفت يا ماما في السجن. طارق، عاجبك كده؟ مش هي دي الحقيقة؟ مفيش فايده فيك، مفيش فايده. طب تقدري تقولي لي هو مختفي فين المدة دي كلها؟ الا اذا كان واخد له كام سنة سجن. رفيق، تعرفي يا شريفة ان احنا متفقين على كل حاجة في الدنيا الا مسألة اخوكي دي. وانت هيجي اليوم اللي تعرف فيه ان انت ظلمته انت واخواته. يا شريفة يا حبيبتي انت بتحلمي. انت اللي مفتري انا قلبي عليك. وظالم كمان. ظالم؟ بعد كل اللي عمله وبعد المصايب اللي جابها لاخواته وتقولي لي بعد كده انا ظالم؟ اذا كان في السجن زي انت ما بتقول كان على الاقل اتصل بينا او بعت جواب او على الاقل كان بعت يطلب قرشين. يا شريفة يا حبيبتي المسألة بالعقل مش بالعواطف. وانت خليت فيا عقل. طب رأفت قبل ما يختفي قال لك ايه؟ يختفي؟ بلاش يختفي اذا كانت مزعلاكي، قبل ما يسافر. قال ان هو مسافر السعوديه مع شركه امريكاني ينقب عن البترول هناك. طب والسعودية دي فيها بوسطة ولا ما فيهاش؟ اصلهم رايحين الصحراء في اماكن بعيده. عظيم. بقاله قد ايه مسافر؟ حوالي 4 سنين. 4 سنين ما فيهمش يوم واحد اجازة؟ الغايب حجته معاه. طب والغايب ده؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان اخويا في السجن؟ خلاص يا سيدي، نحمد ربنا ان هو بعيد عننا. يا شريفة مش عاوزك تزعلي مني. انا عمري ما زعلت منك يا رفيق غير في الحكايه دي بس. مش عارفه ايه مزاجك في كده. لاني خايف عليكي. تقوم تذبحني؟ خايف عليكي من الحقيقة، خايف عليكي من الصدمة. صدقيني يا شريفة. رفيق، انت تعرف حاجه عن رأفت؟ اطلاقا. رفيق، قولي لو كنت تعرف حاجه عن رأفت ومخبيها عليا. اقسم لك بشرفي ما اعرف عنه اي حاجة. هما اللي بتقول كده بس؟ مجرد احساس، خوف عليكي. وعموما يا شريفة ما تزعليش مني، انا مش هفتح سيرة الموضوع ده تاني. ولو سمحتي بقى حضر لنا الغدا، انا جوعت انا والعيال. ما قلتليش في اخبار عن الحبر السري؟ لا لسه، دكتور بسيوني لسه ما اتصلش. طب ما تتصل انت بيه. انا بقول اسيبه على راحته، اذا وصلوا لحاجه اكيد هو هيتصل. اذا ما وصلوش يبقى مفيش قدامنا غير الحبر اللي بعتوه اخر مره. طيب، في حاجه تانية عاوز تراجعها معايا؟ هو في حاجه واحده بس. يا فندم. سيد عزيز من فضلك. اهلا دكتور بسيوني.
يبدو ان حظك كويس يا سيد عزيز. تحب اجي الساعة كام؟ الساعة 7 يناسبك؟ 7 بالثانية هكون عندك. حبر جديد يا قلب الأسد. يبقى لازم اتدرب عليه. انت وراك حاجة الساعة 7؟ استنى، في حاجة لازم تخليها معاك من دلوقتي. اتفضل يا عم، كرافتة آخر شياكة. دي وسيلة التعارف؟ زي ما انت شايف كده. مين ده اللي يلبس جرافات ذوقها وحش بالشكل ده؟ شوف انت بقى. النوع ده ما يلبسوش غير البحارة. امال انت هتقابله في جنوة ليه؟ Grazie, signor. ديفيد يا عزيزي، انت فهمتني غلط. تفتكر؟ طبعا، ولا ما كنتش جيت لك عشان اوضح لك الامور. ايه طلباتك؟ انا ماليش طلبات يا ديفيد. هتاخد مني كام في الاتوبيسين؟ لا 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 لا، ما يصحش تتكلم في حاجه هايفه زي دي. الاتوبيسات دي زي ما هي بتاعتي بتاعتك بالظبط. خدهم بالسعر اللي يناسبك في الظروف اللي انت فيها دي. ظروف؟ انا جاي اكلمك في حاجه اهم واكبر. اهم واكبر؟ ايوه، انا جاي اكلمك في عوده الامور لمجاريها. اورلو، متهيألي ان احنا حسمنا الموضوع ده قبل كده. تمام، بس ده كان نتيجه سوء تفاهم حصل. اورلو، انت بتلف وتدور حوالين ايه بالظبط؟ ديفيد، انت ساعة ما رفضت تشاركني في عملية المعلبات نبهتني الخطر انا كنت هقع فيه، وعشان كده زي ما انت عارف انا صرفت نظر تماما عن الحكاية دي. بالنسبة للأتوبيسين ممكن تكلم يوسف الأزرع في الموضوع ده. ليه دخل يوسف بيني وبينك؟ ما انت اللي عملت كده في الأول. غلطة عدت. اوكي، أنا موافق. طلباتك ايه؟ انا في حدود علمي مكتبي لسه فاضي. اورلو، انت عاوز ترجع الشركة بينا تاني؟ وهي الشركة كانت انفصلت عشان ترجع تاني؟ الشركة يا ديفيد مش ورق وعقود، الشركة مشاعر، انتماء. ايوه يا استر، بخور شطريط؟ قولي له مش فاضي. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ خير يا اورلو. بخور شطريط ده ممكن؟ بخور شطريط ده ممكن ينفعك انت لانك ليك اساليبك في العمل، انما انا يا حبيبي مش هينفعني غير شغلي وبس. بعدين لما اكون بتكلم مع شخصيه مهمه زيك وبناقش موضوع مهم زي اللي احنا بنناقشه دلوقتي، اعتقد ما يبقاش عندي وقت اني اتكلم مع حد تاني. لكن انت ايه اللي زعلك فجأة كده؟ اورلو، قول لي بقى، على اي اساس هنرجع الشركه تاني؟ على العموم يا فندم، هو بعيد عن ترتيبات اللقاء هنا في ايطاليا سواء في روما او في جنوة. كنت عاوز اسمع منك شويه كده عن ديفيد شارلي سامحون. ومالك جاي حامي قوي كده ليه يا عزيز؟ تعرف سيادتك الوقت ضيق جدا. بس معلوماتي انك قعدت مع محسن لما كان في مصر 16 ساعه. يبقى اكيد عرفت كل شيء عن ديفيد. بس كنت عاوز اعرف رايك انت شخصيا. تعرف سيادتك العلاقه بين ديفيد شارلي سامحون وبين السيد محسن ممتاز علاقه خاصه جدا، عشان كده كنت عاوز اسمع انطباعاتك الشخصيه، ده هينور لي الطريق. انا شخصيا ما عنديش مانع، بس في موضوع مهم لازم تضعه في اعتبارك من دلوقتي. خير يا فندم؟ لقاءاتي بيك انت ونادين في روما هتكون في اضيق الحدود. ميخائيل باريهودا.
بالظبط كده. واضح تماما ان خطتنا نجحت معاه، بدليل اني في روما هو بقالي اسبوعين. بس اللي لازم تعرفه ان رجالته وعيونه ما سابونيش ثانيه من يوم ما وصلت لحد النهارده. وقدر يعرف ميعاد وصولك فين؟ احنا سربنا له الخبر. المهم اننا نشد انتباهه تماما عنك وعن نديم. اقدر اعرف اللي عملته سيادتك؟ في 2 من عملائنا القدام قدر بريهودا يكتشفهم من مده. احنا تجاهلنا ده تماما وما قطعناش علاقتنا بيهم، بالعكس كنت ببعتهم في عمليات وهميه علشان يتاكد ان احنا لازلنا بنستعين بيهم. وبعتهم في عمليات وهميه. بالظبط، هو ده اللي حصل بالفعل. تلاقي رجالته دلوقتي بيلهسوا وراهم في كل ايطاليا من الشمال للجنوب. وبالشكل ده اقدر انا وسيد نديم نتحرك على راحتنا، خصوصا ان فاضل كام يوم على وصول ديفيد. هو هيوصل يوم 12 ان شاء الله على طياره العال اللي بتوصل روما الساعه 4. لكن انت ايه اللي فكرك بينا الليله ديفيد؟ اولا لانك وحشتيني جدا. انا مش هعلق على الكلمه دي. ليه سيرينا؟ لاني بقالي كذا اسبوع بترجاك انك تيجي وانت رافض. انت عارفه انا مش ممكن ارفض دعوه ليكي سيرينا. ديفيد سامحون، انا عارفاك كويس وعارفه الظروف اللي انت كنت بتمر بيها، بس اللي عاوزه اقوله لك ان الناس مش بتعرف بعض بس عشان احوالها الاقتصاديه كويسه. ده رايك؟ ايه معنى السؤال ده ديفيد؟ لا 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 ولا حاجه اطلاقا. انا زعلتك في حاجه؟ اطلاقا. اوكي، اولا وحشتك. ده حقيقي تمام. وثانيا انا جاي عشان اودعك. تودعني؟ انا مسافر روما بكره. مش عاوزاني اجيب لك حاجه معايا من اوروبا وانا راجع؟ ايوه عاوزه. انت تأمري سيرينا. عاوزاك ترجع ديفيد. ما تشغليش بالك بيا. مالك سيرينا؟ ديفيد، من غير لف ولا دوران، أنا عاوزة أقول لك على حاجة. أنا عارفة كل اللي حصل لك من يوم ما جيت إسرائيل ولحد الليلة دي، وعارفة الظروف اللي أنت كنت بتمر بيها خصوصا في الشهور الأخيرة، وقد إيه أنت تعبت، وعارفة الناس اللي كانوا وراك وأنت معاك فلوس، وإزاي جريوا منك لما اتأزمت الأمور. لكن عارفة كمان حاجة تانية. ايه هي يا سيرينا؟ وجودك في تل أبيب خلاني أحس بحاجات ما حسيتهاش قبل كده، وإن مجرد التفكير إني أفقد الإحساس ده ممكن يحول حياتي إلى جحيم. سيرينا. ديفيد، إذا كان كل واحد فينا هينط من المركب ويسيبها أكيد هيخربوا بيها الدنيا. أنا عندي ضيوف لازم أهتم بيهم. أشوف وشك بخير ديفيد. لكن انت ليه مصمم انك تتعب ديفيد للدرجه دي؟ لان اللي هياخده المره دي غير اللي اخده قبل كده، واللي هيتعلمه من سيادتك هيشكل بالنسبه له الاساس العلمي اللي هتقوم عليه تجربته بعد كده. وكل ما يتعب في الوصول ليك هيبقى صعب عليه انه ينسى اللي هيتعلمه منك. تفتكر المره دي هيجي شكله ايه؟ انا لو منه هطلب رجوعي لمصر. ليه بتقول كده؟ انا قدرت في المده اللي فاتت اعرف حاجات كتير من اللي حصلت لرأفت الهجان من يوم ما ساب مصر لحد النهارده. طبيعه الحال محدش يقدر يلقي باللوم على اي طرف او اي فرد، لان الظروف اللي كانت بتمر بيها البلد والظروف اللي مرت على انشاء الجهاز كانت صعبه جدا. لكن الملفت للنظر ان في تفاصيل صغيره مهمه جدا، لكن للاسف محدش خد باله منها. زي ايه؟ زي علاقته بشريفه مثلا. انا ملاحظ انك مهتم قوي بالمساله دي. لان شريفه هي اهم انسان في حياه رأفت الهجان، ومع ذلك تصور سيادتك ان من يوم ما سافر لحد النهارده ما حصلش بينهم اي نوع من انواع الاتصال، وانه ما كتبلهاش طوال السنين اللي فاتت دي
ولا حتى جواب واحد. وده اللي خلاك تجيب عنها وعن جوزها كل حاجه؟ طبعا مهم جدا اننا نطمنه عنهم ونقول له اخبارهم. تخيل سيادتك لو رأفت عرف ان شريفه خلفت وانها سمت الولد باسمه، ده يخليه يعمل ايه؟ طبعا حاطط الموضوع ده في اعتباري. انا عاوز سيادتك تخليه يكتب لها جواب. هتوصله لها ازاي؟ الحقيقه انا مش عارف لسه، لكن اكيد هنلاقي وسيله. طب اقول لك ايه بقى، انا جاي من السفر وتعبان وعايز انام. ومش شريفه بس. طب ما بتتعبش يا عزيز؟ شارل سمحون وبناته. رأفت ما يعرفش ايه اللي جرى لهم او هم فين دلوقتي. بس انت عملت عنهم شغل كويس. طبعا لو سيادتك عرفت ان رأفت كل ما كان بياخد مننا فلوس كان بيقول للناس في تل ابيب انه كان بياخدهم من شارل سمحون، تقدر تتصور مدى الرعب اللي هو كان عايش فيه لو اي حد منهم ظهر في حياته فجأة والناس عرفت انه ما كانش بياخد منهم حاجة. علشان كده انت صممت ان يبقى في افواج حقيقية من الادرياتيكا؟ لان الشركة عشان تشتغل والساتر بتاعه يبقى مؤمن مظبوط لازم يبقى فيه افواج، وطول ما فيه افواج يبقى هو بيكسب ومعاه فلوس. اكيد الرجاله في روما تعبوا قوي على ما خلصوا لك المساله دي. كل ده كويس جدا وعظيم ويبدو كانه مثالي، لكن تفضل نقطه واحده هي اهم حاجه بالنسبه لرأفت الهجان. عايز تقول ايه؟ عاوز اقول ان سيادتك لازم تاخد مكان السيد محسن ممتاز. لازم تملى الفراغ ده. لو قدرت تعمل كده هتقدر تتغلب على كل الصعوبات اللي هتقابلك معاه، وهو هيحقق اللي ما نقدرش نحلم بيه دلوقتي. انت مش هتبطلي افكارك دي بقى؟ حاولت ما قدرتش. طب ليه؟ لاني حاسه انك مسافر ومش راجع تاني. استر، تقدر تقول لي ايه اللي هيحصل لو ادون سمحون عرف بالازمات اللي انت بتمر بيها في اسرائيل وطلب منك انك تفضل جنبه في باريس؟ مين قال لك ان عاوز ميشو سامحون في حاجه؟ اذا كان في افواج فعلا يبقى بالتاكيد هقبض عربون من ادرياتيكا. ايه اللي يخليني استجدي تاني يا استر؟ مش كفايه السنين اللي فاتت دي كلها؟ وهو ده يمنع انك تزوره من غير ما تاخد منه فلوس؟ مين قال لك اني عاوز اعيش في فرنسا؟ بالتاكيد الحياه هناك افضل. وبعدين؟ ديفيد ارجع تاني من فضلك، ارجع لي تاني. ديفيد انا محتاجه لك، محتاجه لوجودك في حياتي. استر، ميعاد الطيارة قرب والشنطة لسه ما جهزتش. ايه دي؟ ايه؟ انا مش عارفه انت ازاي اشتريت كرافات ذوقها وحش بالشكل ده. مالها؟ مش فاهمه انت ليه محتفظ بيها لحد دلوقتي؟ دي وحشة دي؟ جدا. دي وحشة؟ اصل دي بقى لعلمك اول كرافته اشتريتها بعد ما خرجت من مصر، واول كرافته دخلت بيها اسرائيل. ايوه بس دي ذوقها فظيع ديفيد. دي ذوقها فظيع؟ دي ذوقها فظيع دي اصلها كانت الموضه اللي سايده في اوروبا وقتها، ولعلمك بقى انا عمري ما لبستها. اكيد اللي اديتها لك كانت بنت من بنات المينا في نابولي.
حسيت بإيه أول ما شفته؟ ليه سألت السؤال ده؟ فاكرة إنك قلت لي أول ما شفت صورة رأفت في الملف حسيت إن في حاجة بتربط بينك وبين صاحب الصورة دي. ده صحيح وغريب في نفس الوقت. ليه غريب؟ لأني بعتقد في راو هجان إن العلوم الإنسانية رغم التقدم العلمي الهائل اللي موجود دلوقتي لسه ما وصلتش لحقيقة الإنسان نفسه، ولأني بعد 20 سنة لم نلتقي خلالها ولا مرة واحدة، لكن إحساسي الأول والتلقائي كان صحيح 100%. ومحاضرات الأستاذ صادق؟ لا دخل للعواطف في العمل، لا تقع في حب العميل. إذا كان لكل قاعدة استثناء، فأنا بعترف بعد خبرة حوالي ربع قرن في المجال ده إن أنا في أحيان كتير كانت عواطفي بتتدخل في علاقتي برأفت، لكن على شرط. إيه هو؟ إن ده ما يكونش له أي تأثير على سير العمل، بمعنى إن ما يكونش له أي تأثير على أمن الوطن. أنت كده أنت حبيته؟ أنا حبيته لأنه كان راجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تحمل كتير كتير جدا في سبيل الوطن من غير ما يتذمر، وكان على استعداد للعطاء حتى للي أذوه واللي أساءوا الظن بيه، وحتى بعد ما اعتزل. اليوم ده كان 12 سبتمبر 58، يوم مهم جدا في حياته وفي حياتك انت كمان. كان اليوم ده بداية جديدة لإنسان آخر